معاك في النادي، مش عايزه معاك في النادي المصري يا كابتن حسام؟ خاصة مع الأخبار اللي طلعت من نادي الزمالك إنه شيكابالا ما فيش الرغبة إنه يستمر. بص أقول لك حاجة، أنا صريح وواضح. اتفضل. شيكابالا أول ما عرف إن هو كان هيروح في مكان أو نادي الزمالك ممكن يستغنى عنه، الكلام ده من 4-5 أيام. وأنا عارف إن هو في احترام وتقدير بيني وبينه. والكلام اللي أنا بقوله هو عارفه، إن هو اتصل بيا ودي حاجة كنت سعيد بيها جدا. إنه اتصل بيا إن هو مش عايز يروح في أي حتة، عنده رغبة لو مشي من الزمالك يجي عندي. عظيم. قلت له أنا برحب بيك. وأنا أول ما تاخد القرار أنا برحب بيك في النادي المصري. النادي المصري يستفيد منك ويفيدك ويزيد بيك، وانت تزيد بالنادي المصري. النادي المصري نادي كبير. هو كان عنده الرغبه، لان لو ما عندوش الرغبه ما كانش اتصل. اول ما سمع ان ممكن يكون في نادي الزمالك هيسيبوه. الكلام ده من حوالي 4-5 ايام في التحرير. ففي علاقه كويسه بيني وبين شيكابالا، لان انا عارف ان هو لعيب. الفتره الاخيره التزامه زاد جدا. صح. خبراته زادت كبيره جدا. انا اقدر اخد منه المجهود اللي هو ممكن يطلعه ويفيد الفريق. ورغم ان انا اتمنى ان هو يكون موجود، لكن في نفس الوقت عشان والله ما استبعد، حتى ما استبعدش والله يا كابتن حسام لو بقى معاك ده يروح منتخب مصر كمان، والله ما استبعد يعني. ان شاء الله. وانا زي ما انا قلت على فكره، قلت لاحمد عيد الكلام ده. احمد رؤوف راح منتخب من خلال اكبر واحد في الدوري المصري، راح منتخب. وقلت لاحمد عيد انا اتمنى ان انت توصل منتخب وانت ما فيش حاجه اسمها اخر وقت او اخر عمر في الملاعب. ولا انت مش هتلعب في نادي. لو اديت في النادي المصري، العين على النادي المصري وبفضل الله، دي حاجه ميزه فيها ايجابيات وفيها سلبيات. هناخد الايجابيات ان هو طول اي لعيب يبقى كويس عندي، الناس شايفاه كويس قوي، الجمهور، النقاد، الاجهزه الفنيه للمنتخبات، ودي حاجه كويسه. دي ميزه اللعيب لما يحسبها لما يجي النادي المصري اكيد هيفكر مليون مره، وخاصه ان احنا كمان ان شاء الله مشتركين في افريقيا يا رب ان شاء الله المره الثانيه. فطبعا اللعيب هيبقى بيظهر بصوره اكبر في الدوري المصري وخلال بطوله افريقيا. لكن انا شايف ان شيكابالا اتمنى ان يكون معايا، لكن في نفس الوقت عشان نادي شيكابالا في نادي كبير زي نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك، اتمنى ان شيكابالا نادي الزمالك يستفاد بيه اقصى استفاده، لان شيكابالا لازم نادي الزمالك يستفاد منهم اقصى استفاده فنيه ومعنويه للاعبين والجماهير، لان نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك مرتبطه بنجم زي شيكابالا. ولكن لو نادي الزمالك فكر ان هو يمشي، لكن انا استفاد واخد منه اقصى حاجه موجوده عنده ان شاء الله. صح.